السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم الجمبري، إن شاء الله هنعمله بطريقة تعجبكم. ده نفتحها من الظهر كده، بس الجمبرية بتزحلق مني أهو. ده الخيط الرملي اللي فيها أهو، ونشطفه. أنا بعد ما نضفته خلاص من الخيط الرملي وشطفته بردك بالمية وعصرت عليه ليمون، دي اهو الظهر بتاعه تمام بقى نضيف اهو فله. هنحضر بقى التوابل بتاعتنا. انا بعمل هنا الرز الصياديه اللي هو رز السمك او اللي هيتقدم مع الجمبري. طبعا احنا عملته معاكم قبل كده، مش هعمله معاكم تاني. تمام. انا بحمر اهو البصل واحط الميه وبعدين الرز والتوابل بتاعته. الميه كده غليت معايا بتاعه الرز، احط بقى الرز. حطيت طبعا البهارات كده خلاص. حطيت الرز بقى يستوي. التوابل بتاعتنا بقى عباره عن معلش حصل فيها شويه فركشه كده عشان كان في توابل خلصانه وما حطيت. معايا نبتديها كده من هنا. معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه حبهان بودره صغيره، نص معلقه كمون، نص معلقه، كل ده صغير، معلقه صغيره بهارات لحمه، معايا ملح، معلقه صغيره ملح عشان الكميه عندي صغيره وخدي بالك من الملح. معاكي بابريكا، ماشي، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره. معلقه بقى كبيره مليانه بصل بودر وتوم بودر وتنتوفه او زي ما بيقولوا يعني ربع معلقه صغيره بودره الزعفران. طبعا بودره الزعفران عندك مش عندك هي بس بتدي لون جميل قوي في التحمير وكده. وطبعا انا حطيت طبق صغير للاسف، ما عرفتش اوضح، كنت المفروض احطه في طبق اكبر من ده. فطبعا انا هحطه في طبق كبير بس هيتخلط مع بعض. بردك اللي فوق دوت بيكنج باودر عشان بينفش الجمبري لما يجي يتحمر. بردك طرطوفة معلقة زعفران. ده اسمه مش عارفه لونه مش باين قوي، هو مصفر مفروض. دقيق ذرة، ماشي. ودوت انا اتلخبطت سوري، هو ده مش بيكنج باودر، دي معلقه نشا، معلقه نشا. والبيكنج باودر اهو، معلش عشان انا ببص من الكاميرا فاختلف معايا. وده مع بردك بقسماط. وتحت بقى خالص كده هنقلبه مع بعضكم كده تحت اللي هو ده الدقيق. تمام. قلبته معاكم في الطبق الكبير اهوت. وحطيت بردك انا شويه عندي كريسبي اللي هو بتاع كنتاكي دوت. يعني بردك انا كده كده هعمل لكم الطريقه ان هو هي هيبقى كريسبي بردك من غير الكريسبي ده. تمام. كده احنا بقى هنقلب دي كلهم مع بعض، الدقيق مع البقسماط مع دقيق الذره مع البيكنج باودر مع النشا مع الزعفران اهو. الزعفران لو باين لونه اهو. تمام. بقى البهارات بتاعتنا هنحطها على الجمبري بتاعنا، نخلطهم كده كلهم ببعض. ثانية واحدة. قلت لكم البهارات اللي احنا حطيناها حطينا منها برضك جزء هنا، يعني جزء زيها تاني غير اللي انا عاملاها دي، تعملي تاني حبة صغيرين. يعني كل البهارات تبقى مثلا بمقام حبة زي دول كده ويترشوا على الدقيق. يعني الدقيق ده يبقى متبهر بنفس البهارات. تمام. والبيكنج باودر عشان ينفش والنشا عشان يقرمش ويبقى كريسبي. تمام. هنا لما خلطنا اهي بص الزعفران عامل اللون ازاي، لون جميل جدا. تمام اهو. هنحط بس شوية خلطة صغيرة من الدقيق اللي احنا عاملينه اللي هنحمر بيه الجمبري، وهنرش كده عليه. تمام كده اهو. تمام. وهنرش عليهم شوية لبن، شوية لبن كده اهو. تمام. عشان التتبيلة ما تتقلش، عشان لو التتبيلة تقلت هتقشر منك بعد، هتعمل طبقة جميلة وكل حاجة بس هتقشر منك. تمام. هنقلبهم كده وناخد بقى من الخلطة دي في الخلطة بتاعت الدقيق والبقسماط اهي اهي. تمام.
هناخد من الجمبري لهنا. نمسك واحده كده اهي، تمام، نحطها في الدقيق كده اهو بالطريقه دي، نفضيها اهو، ويكون الطبق جنبك فيه ميه ساقعه. هنحط الجمبري في الميه الساقعه ونرجع نحطه في الدقيق تاني. معلش هرجع اصور معاكم، انا عملت التلاتة دول وما كنتش بسجل، هرجع اعمل تاني. هناخد جمبرية كده من دي اللي هو فيها الخلطة، هنحط عليها الدقيق تمام، هننفضها او ممكن متنفضهاش عادي، تنفضيها كده كويس وبعدين تحطيها في الميه. سوري على البوتاجاز بقى متبهدل من الدقيق. يا ماما ثواني يا نوسة. بعدين نعمل ده كده في الدقيق، نضفها كويس عشان محطوطه في الزيت. اهي نعمل واحده تاني اهو. الميه تبقى ساقعه عشان مش عارفه انا عدت الكلام ده ولا لا، هتسجل. الميه تبقى ساقعه اهو بالمنظر ده، تمام، المنظر ده. خلاص بقى الكميه كلها وارجع لكم. كده عملنا الجمبري في الدقيق اهو، وحطيناه في الطبق، رصيناه عشان هننزله بقى في الزيت. طبعا يعني مش هنزل دول كلهم مره واحده، هنزل شويه شويه. والطاسه التانية على الطاسه عليها الزيت، فيها الزيت بيسخن جامد، تمام، ونحط فيه الجمبري. شوف بقى كده الزيت طعمه لسه الزيت شويه. هنبتدي بقى نحط الجمبري واحده واحده كده اهو. طبعا لو عندك طاسه غويطه احسن. هحطه بقى في الزيت كله وارجع لكم اهو في الزيت. لو طاسه غويطه هيبقى افضل، بس الطاسه الغويطه فيها زيت تاني بتاع الفراخ، فعملت في دي. اول بقى ما يتحمر هطلعه لكم. طبعا بعد ما اخد الطبقه اللي هي دي اقلبه بقى، وبعد ما اول ما انزله في زيت بردك حامي او اوطي عليه شويه كده بسيطه عشان بردك يستوي، عشان ده كبير شويه، لكن لو الصغير يا دوبك بيشم النار وبيطلع. وطبعا الجمبري على فكره كل ما بيصغر بيبقى الجمبري الاصلي الاكيله اللي بياكله. الجمبري كل ما بيكبر مش بيبقى حلو زي الجمبري، ليه طعم زي الصغير. فهنقلب بقى كده في الطبقه دي كده شد اهو، هقلبه بقى ونديله اللون الذهبي الجميل ونطلعه ونقدمه لكم. دي اول طاسه خرجت اهو، بسم الله ما شاء الله، زاد حجمه كمان. والطاسه التانية اهي على السوا خلاص. بصوا الجمبريه عامله ازاي، بس انا اوضحها لكم اكتر اهي. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، وماسكه وما فكتش ولا في قشره ولا اي حاجه. وده الشكل النهائي لطبقنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. تمام، ده الرز الصياديه الجميل والجمبري اللذيذ بتاعنا. وهوريكم الطبق التاني بتاع الجمبري اهو اهو من بعيد اهو. يا رب يكون عجبكم. الجمبريه من قريب اهي كريسبي ولونها برتقاني، هي في التصوير غامقه شويه لكن هي بص لما اقربها قوي بصوا طبقه عامله ازاي ومقرمشه وجميله. يا رب يكون طبق النهارده عجبكم، او طريقه الجمبري بتاعتي تكون عجبتكم. انا عملتها قبل كده بس حبيت ان انا اصورها، عملتها كذا مره يعني وصورت بس البرومو بتاعها وما نزلتهاش. حبيت المره دي انزلها لكم. يا رب يكون عجبكم. والرز الصياديه الجميل اهو. يا رب يكون الطبق النهائي ده شكله عجبكم يا رب. و اشوفكم على فيديو جديد، ويا رب اكون افدتكم. باي باي، مع السلامه.